وهي أن يكره الإنسان الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أنت تكره أن تقذف في النار، فكذلك يجب أن تكره الكفر أن تعود فيه. نحن لم نكن في الكفر أصلا، لا نعود فيه، ولكننا نكره لبلدنا ولأممنا هذه أن تعود في الكفر. أيها الإخوة، أن أقول كلمة في هذه الكلمة أختم بها إن شاء الله. هذه المنطقة لعلها لطيبوبتها ولتدينها ولخيارة أهلها هي الآن في موضع تركيز من قبل كثير من الجهات المنصرة. كثير من المنصرين الآن في هذه الضواحي لهم مشاريع يريدون نشر التنصير، إما في العطل الصيفية حينما يأتون بالكتب أو كذا، أو عن طريق العمل الاجتماعي ومساعدة المرضى وكذا. أيها الناس تنبهوا، إن الذي يأخذ منكم الدين لا يمكن أن يعطيكم أفضل من الدين. إن الذي يأخذ منكم الدين يعالجكم، يعالج مرضاكم، يعطيكم مساعدات رمزية، سيأخذ منكم أثمن شيء في حياتكم هو الدين. ولذلك أدعو الإخوة إلى التبصر، أن يبصروا أبنائهم، أن يتابعوا، أن يقفوا ضد كل محاولة تنصير هذه الأمة. لن نسمح بأن تنصر هذه الأمة. إن التنصير هنا مشروع عند بعض الجهات. هذه الجهات لا تحبنا نحن إنما تريد أن نكون لها أتباعا. الإسلام دخل هذه الأرض واستقر بها، والذين يحلمون بإرجاء هذه الجهات أنها كانت مسيحية أو كذا ويحلمون، هؤلاء يحلمون حلما لا يتحقق. الله أكبر، كبروا الله أينما كنتم كيفما كنتم. في دعم النظام والهدوء وتفادي صدام بين الأديان. وقال أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي إن عمليات الإبعاد كانت مدفوعة بنشاط بعض الأجانب الذين اتهمهم بتقويض النظام العام. وكان آخر المبعدين عن المغرب الإسباني فرانسيسكو باتون ميلان الذي رأس شركة صغيرة للكهرباء. وقد أكد موظفون في إحدى الكنائس ودبلوماسيون أوروبيون أن ميلان تلقى أمرا الأسبوع الماضي بمغادرة البلاد لمحاولته تحويل المسلمين إلى المسيحية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بفضل بالله تعالى ثم بوجود المسلمين. أيها الإخوة، أنا أدعو في هذه الجلسة إلى اليقظة، خصوصا في البوادي في الأطراف. تنبهوا إلى أن كل الجهات المشبوهة التي تأتي لتساعد بكتاب أو بدواء أو بكذا وهي من غير ديننا يجب أن نتحفظ منها. لا نعطي أبناءنا. إن الناس لا يبيعون أبناءهم. الشرفاء لا يبيعون أبناءهم مقابل خبز. الشرفاء يجوعون ولا يبيعون أبناءهم. إن الإنسان إذا جاء ليعالجك فليعالجك عمومي، مكان عمومي. لا بد يا أن كل واحد منا يكون يقظا ومتيقظا، وإذا رأى شيء من هذا يوقفه من غير أن يحتاج، هو يوقف، لأنه أنت رجل الإسلام، أنت المسؤول عن الإسلام، وعن هذا يسألك الله تعالى. فلذلك هذه الطفيليات يجب أن تسحب وتكسح وتشطب من حياتنا. نقول للناس من كان يريد أن يعرف بدينه فليذهب إلى الجامعة لعل الناس يقبلون. هناك علماء، هناك أساتذة، هناك باحثون لن يناقش، لكن لا يترك الضعفاء. الدين لا ينشر في الضعفاء وفي في المعوقين. هؤلاء ليس لهم قدرة على المواجهة والممانعة. فمن كان يريد أن يحدثنا عن المسيحية أو عن اليهودية أو عن أي دين فهناك جامعة، هناك علماء يذهب إليهم ولنناقشهم. ولكن الفقراء لا يستغل فيهم فقرهم من أجل أن تنشر هذه العقائد الزائفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الأراضي تاموا